بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم رجعت لكم بفيديو بنيون على شكل خروف، ان شاء الله تجربوه، راح اكيد يعجب الصغار قبل الكبار. رايحين نبداو على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. لهذا البنيون واش نحتاجو؟ عندنا هنايا المقادير، عندنا كيلة تاع قطايف، 2 كيلات تاع كفريط مرحي، عندنا كيلة تاع فايتين مرحيه، توفيه كراميل راح نلموها بالتوفيه كراميل بالشوكولا كيما تقدري تلميها غير بالشوكولا طلاء. هنا راح نفرغهم كامل في الغيسيبيون، نخلطهم مع بعضهم مليح، ورايحه نضيف عليهم التوفيه كراميل 2 مغارف كبار، ونضيفوا الشوكولا. من الاحسن هنايا الشوكولا تكونوا سخنتوها في الميكرووند باه ما تديلكمش كميه كبيره من الشوكولا، وراح تجمل لكم بكل سهوله. هنايا راح نضيف 2 مغارف تاع التوفيه كراميل، كيما قلت لكم تقدروا تستغناو عليهم، كيما تقدروا تستغناو على تقدروا ديروا غير الكفريط والشوكولا تلموه بالشوكولا ثاني راح يجي بنين، ماشي شرط تقيدوا بكامل واش درت انايا. كيما هنا تقدري ما ديري 2 كيلات تاع الكفريط، ديري كيلة تاع كفريط وكيلة تاع كاطو بيمو، والله اي كاطو يكون عندك ترحيه وراح ديريه. انما هذه الحشوه جات بنينه، ان شاء الله تجربوها وراح انتم ثاني تعجبكم. وهنا نبقى كل ما نضيف الشوكولا نخلط حتى نوصل القوام راني نحوس عليه بهذا الشكل. انا كيما هكا راح نحبس خلاص، راح نديره في المول تاع السيليكون. انا عندي هذا المول، انتي تستعملي اي مول عندك، مش شرط تستعملي هذا المول كيما اللي عندي انا، عد الشكل تاعو تقريبا يشبه لهذا تقدري تستعمليه. راح نعمر هذاك الحشو كامل في هذا المول، وراح نديره في الفريجيدان على 10 دقائق حتى يتماسك الحشو، ومن بعد بنديرو الكلاصاج. انا راح نكمل كامل البقيه اللي عندي نتاع الحشو، من بعد راح نوريكم كيف نلصقوه. هنا بعد ما دخلته الفريجيدان خليته واحد 10 دقائق وجبدته تماسك، راح نديموليه وراح نلصقه بالتوفيه كراميل بهذا الشكل. ما نكثروش، راح نلصق 2 حبات مع بعضهم كيما هاك باه يعطينا الشكل تاع الخروف. وهنا راح نكمل لصق كامل الحبات اللي عندي بهذه الطريقه، ورايحه نقلاسيه. هنا عندي 250 غرام تاع شوكولا بيضاء، رايحه نقلاسي بها هذو الحبات اللي كنا خدمناهم. انا الشوكولا هنا ما ضفت لها حتى اضافات، ذوبتها كما راها، ما ضفت لها ني زيت ني حتى حاجه بهذه الطريقه. وهنا من بعد ما نقلاسيهم مباشره راح نضيف عليهم نواه كوكو قبل ما تنشف الشوكولا، خاطر كان نخلو الشوكولا تنشف ماهوش يلصق لنا نواه كوكو، تلصقناش في الحبات. انا راح نكمل كامل نديرهم نواه كوكو من فوق بهذا الشكل حتى نكمل الحبات اللي عندي. وهنا نروحوا كيفاش نخدموا طريقه نتاع الراس. عندي هنايا عجينه السكر لونتها بالكاكاو، درت على هذا الشكل تقريبا شكل دمعه غير بالايد، راح نديرهم بهذه الطريقه على هذا الشكل. وهنا اللي متوفر عندها ترانسفير تاع راس الخروف تقدر ديرو بلا ما دير عجينه السكر هذه. هنا راح نلصقهم بهذا الشكل، عندي هذه الاداه راح تساعدني، راح نضغطوا عليها بهذا الشكل. وهنا عندي عجينه سكر بيضاء، راح نديرو الراس تاع الخروف هذا الشكل. نستعملوا هذه الاداه وراح نضغطوا بها باش تلصق لنا. ظن راه الفيديو موضح، شكل راه ساهل، وانما يدي معاك الوقت، لا كانت كونتيتي كبيره راح يدي معاك الوقت. وهنا نجو العينين راح
راح نديرو دوائر صغار لصقهم بهذه الطريقة. استعمل هذه الأداة راح تساعدنا في الخدمة بهذا الشكل. حيولي عندنا راس تاع الخروف. اما بالنسبة للاكل تاعو، جبت بابي كويسو طبقته وراح نقصه بهذا الشكل، يكون رقيق باش يجيني يشبه الاكل تاعو. راح كامل لصقهم بهذه الطريقة وراح نشوفوهم معايا في صحن تقديم. وهنا بعد ما كملتهم قدمتهم بهذا الشكل. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة تاع اليوم. ما تنسونيش بالجيم. سلام، الى الملتقى مع وصفة جديدة.